best player of the year is Luka Modric. من رحم المعاناة يولد الأبطال. المقولة دي بتنطبق على النجم الكرواتي لوكا مودريتش. اتولد لوكا مودريتش في سبتمبر سنة 1985 في قرية في مدينة زادار في يوغوسلافيا، وفي سنة 91 كانت بداية حرب الاستقلال الكرواتية اللي راح ضحيتها 20,000 شخص، وكان من ضمن الضحايا جد لوكا مودريتش اللي تم إعدامه وحرق منزله على يد المتمردين الصرب، وكان عمر لوكا وقتها 6 سنين، واضطرت أسرته للهروب من القرية والاستقرار في فندق للاجئين الحرب. كانت موهبة لوكا باينة من صغره، فكان بيخرج للعب كرة القدم في ساحة انتظار السيارات، وشافه مدير الفندق وأعجب بموهبته وساعده إنه ينضم لمدرسة الموهوبين لنادي زادار، ولكن المدربين في مدرسة الموهوبين قالوا إنه جسمه ضعيف ولا يصلح للعب كرة القدم. ولكن بعد سنتين من التدريب تغيرت فكرة المدربين وأصبح من أهم لاعبي الفريق في الوقت ده. في موسم 2000-2001 قدر لوكا مودريتش يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في كرواتيا مع نادي زادار، وده خلى نادي دينامو زغرب وهو أكبر أندية كرواتيا يفكر في التعاقد معاه. وبالفعل في موسم 2002 بيتم التعاقد مع لوكا مودريتش وبيبدأ رحلته الاحترافية مع نادي دينامو زغرب. في موسم 2003-2004 انتقل لوكا مودريتش إلى صفوف نادي زيلينسكي موستار البوسني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وبعد انتهاء إعارته عاد مرة أخرى إلى كرواتيا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد أيضا، ولكن مع نادي انتر زاباريسك، وقضى مع الفريق موسم واحد واحتل فريقه وصافة الدوري الكرواتي وقتها. في الموسم التالي رجع مودريتش من الإعارة إلى نادي دينامو زغرب واستقر مع الفريق لمدة موسمين ونص، وبرز اسم لوكا مودريتش وقتها ولفت أنظار العديد من الأندية، وشارك مع الفريق الأول لدينامو زغرب لأول مرة سنة 2005 وفاز معاهم ب3 ألقاب متتالية في الدوري والكاس، وفاز بجائزة أفضل لاعب في كرواتيا في موسم 2007 وموسم 2008. وفي موسم 2008 بيتنقل لوكا مودريتش لنادي توتنهام الإنجليزي مقابل 22 مليون يورو. بيتألق لوكا مودريتش مع توتنهام لمدة 4 مواسم، قدر خلالهم يقود توتنهام للدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا لأول مرة من 50 سنة في موسم 2011. شارك مودريتش مع توتنهام خلال 4 مواسم في 160 مباراة في مختلف البطولات، ووصل عدد أهداف مودريتش مع توتنهام 17 هدف وصنع 26 هدف. في موسم 2012 وبعد 4 مواسم مع توتنهام بيقرر مودريتش تغيير وجهته المستقبلية إلى الدوري الأسباني وتحديدا إلى نادي ريال مدريد، وبدأ الدوري الكرواتي كتابة تاريخ جديد رفقة النادي الأسباني، وتم بالفعل انتقاله بشكل رسمي إلى ريال مدريد في 27 أغسطس 2012 مقابل 35 مليون يورو. وبيلعب أول مباراة مع ريال مدريد بعد انضمامه بيومين، وبالتحديد يوم 29 أغسطس ضد برشلونة في كلاسيكو السوبر الأسباني في مباراة العودة على ملعب سانتياغو برنابيو، وبينزل بديل لمسعود أوزيل في الدقيقة 83، وتنتهي المباراة بفوز الميرينجي بهدفين لهيجوايين وكريستيانو رونالدو مقابل هدف لبرشلونة سجله ليو ميسي. وبيتوج الفريق الملكي بكأس السوبر الأسباني للمرة التاسعة في تاريخه، وبيحقق لوكا مودريتش أول ألقابه مع ريال مدريد. موسم 2013-2014 بيشارك مودريتش بشكل أساسي في حصول ريال مدريد على دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز على أتلتيكو مدريد الأسباني 4-1 المباراة اللي اتلعبت في لشبونة، وبيفوز بعدها بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية مع ريال مدريد مواسم 2016 و2017 و2018، وكان من أهم اللاعبين في ال3 بطولات، وبيفوز كمان بجائزة أفضل لاعب وسط في أسبانيا موسم 2016 وأفضل لاعب وسط في أوروبا موسم 2017 وموسم 2018. حقق اللاعب خلال مسيرته الكروية عدد كبير من الإنجازات والبطولات، أبرزها مع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا 5 مرات، الدوري الأسباني 3 مرات، كأس العالم للأندية 5 مرات، كأس السوبر الأوروبي 4 مرات، كأس السوبر الأسباني 5 مرات، كأس الملك مرة واحدة. لعب مودريتش مع ريال مدريد 450 مباراة حتى الآن، سجل 34 هدف وعمل 74 أسيست في مختلف البطولات اللي شارك فيها مع الميرينجي. مسيرة مودريتش مع المنتخب كانت مميزة وحقق فيها نجاحات كبيرة، وكانت أول مشاركة ليه مع المنتخب الكرواتي سنة 2006 ضد منتخب الأرجنتين، وسجل أول هدف دولي ليه في مباراة ودية أمام منتخب إيطاليا. شارك مع منتخب كرواتيا في جميع البطولات الكبرى زي كأس العالم 2006 و2014 و2018 و2022، وشارك في يورو 2008 و2012 و2016 و2020. ولكن أفضل إنجاز حققه مع المنتخب الكرواتي كان الوصول إلى
نهائي مونديال روسيا 2018 اللي خسروه قدام منتخب فرنسا 4-2، وحصل في نفس العام على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم اللي كسر بيها هيمنة ميسي وكريستيانو رونالدو على الجايزة دي من وقت ما فاز بيها البرازيلي كاكا موسم 2007. الإنجاز الثاني لمودريتش مع منتخب كرواتيا الحصول على المركز الثالث في مونديال قطر 2022 بعد الفوز على المنتخب المغربي في مباراة تحديد المركز الثالث 2-1. لعب مودريتش مع منتخب كرواتيا 162 مباراة، سجل خلالها 23 هدف وصنع 24 هدف في مختلف البطولات منذ أول ظهور له بقميص المنتخب الكرواتي. وبكده نكون شفنا حكاية أفضل لاعب في تاريخ منتخب كرواتيا. يا ريت تشاركنا في التعليقات، هل كانت مسيرته تناسب إمكانياته ولا كان يستحق الأفضل؟ ولو عايز تعرف حكاية أي لاعب من نجوم العالم اكتب لنا في التعليقات عايز الحكاية اللي جاية عن مين، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة علشان توصلك الحكاية اللي جاية. شكرا للمتابعة.